السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في خبر عاجل، البوليزاريو يقومون بقصف مدينة السمارة المغربية ب3 مقذوفات في لحظة حاسمة اقترب من خلالها مجلس الأمن والأمم المتحدة إلى وضع حل نهائي للنزاع حول الصحراء المغربية. فالجزائر غيرت لهجتها بالتكلم عن الصحراء المغربية في الأيام الأخيرة، إذ عبد المجيد تبون وأمام الصحافة العالمية أكد أن قرار مصير الصحراء المغربية يبقى بيد الأمم المتحدة، مع أنه منذ 50 سنة للوراء كان يتكلم دائما عن الاستفتاء وتقرير المصير. فهذا الهجوم الإرهابي والذي مس المدنيين في مدينة السمارة جاء بأيام قليلة قبل غلق ملف الصحراء كليا، إذ حدثت 3 انفجارات في مدينة سمارة دون تسجيل أي ضحايا. فجبهة البوليزاريو لا تتحرك إلا بأوامر جزائرية، فالجزائر لا يمكن أبدا أن نثق في تحركاتها ولا يمكن أن يؤتمن لهم. فهنا المنتظر الدولي يجب أن يتحرك في أقرب وقت، لأن ما يحدث لا يمكن السكوت عنه. بطبيعة الحال يجب تسجيل ما حصل من طرف مينورسو ومجلس الأمن، فهذا ثالث هجوم تقوم به الجزائر، ولهذا يجب تحرك عاجل، إذ هذا هجوم إرهابي مسير من طرف عسكر الجزائر. وفيما يخص بالجنديين الأمريكيين الذين اختفوا في مناورات الأسد الإفريقي بطنطان في مياه المحيط الأطلسي، فالحادث وقع في وقت الاستراحة وليس في وقت التدريب. ومن مصادر موثوقة من وزارة الدفاع الأمريكية تقول أن الجنديين كانوا يقومون بالتدريب في منطقة كاب درعا، حيث تم الاختفاء، بحيث أن الجنديين قام بالقفز إلى البحر في محاولة لإنقاذ زميله عقب سقوطه في المياه وقت غروب الشمس، أي لحظة الاستراحة والنزهة. ونظرا لتصاعد الأمواج، كانت الأمواج يعني كبيرة وعالية بزاف، لم يستطع إنقاذه رغم تدخل جندي ثالث الذي نجا. يعني الحمد لله هذا الثالث ما وقع له حتى شي حاجة. وقع هذا الحادث عقب مناورات الأسد الإفريقي، وهي أكبر تمرين مشترك يعني سنوي تقوم به القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا بمشاركة جنود من الولايات المتحدة ودول إفريقيا شريكة وحلفاء من حلف شمال الأطلسي، بهدف تعزيز الجاهزية في ميدانات القتال الحديث في البر والجو والفضاء والبحر. يشارك في هذه التدريبات أكثر من 7000 عسكري من أكثر من 30 دولة، موزعين على عدة مناطق للتدريب، من بينها مواقع قريبة من السواحل الأطلسية. إذن ما حدث ليس له أي علاقة مع أي اختطاف، لأن مثل البوليزاريو ما عندهمش يعني القدرة باش يواجهوا أمريكا أو يعملوا مثل هذا العمل، لأنهم يعرفون عاقبة الأمور كيف ستكون. وكل هذه المعلومات جاءت من مصادر أمريكية موثوقة. إلى هنا نأتي على ختام الفيديو، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.